عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا بعد طول غياب، وان شاء الله كده ايه تكونوا لسه فاكريني، لا تكونوا نسيتوني. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل وصفة كل الناس بتحبها، مفيش بني ادم على وجه الارض ما بيحبهاش. ايه هي؟ السنابون. في ناس كتير كانوا بيبعتوا لي ويقولوا لي بتنشف معانا يا ناني، نعمل ايه عشان ما تنشف؟ لان احنا مش هنعمل واحدة او اتنين بس، هنعمل كمية، فعشان تقعد معانا اطول فترة ممكنة هقولك على تركاية هتعجبك جدا، وان شاء الله تعمليها دايما دايما وتبعتي لي كومنت وتقولي لي فعلا طلعت ناجحه يا ناني. اول حاجه هنجيب معلقتين طحين، كان في معلقه هنا. بصوا يا جماعه، هحط هنا معلقتين دقيق. بصوا حطيت معلقتين اهو، تمام. وبحط عليهم دي التركايه اللي انا شفتها لكم الصراحه، عشان ما بقاش بكدب، شفتها لكم الفكره دي فعجبتني جدا. هي طريقه اسيويه. هنحط معاها ربع كاسه ميه اهي. الميه دي دافيه مش بارده، تمام. ونقعد نقلب كويس كده، وبعدين نسخنها على النار. هتبقى جيلاتينيه كده، وهي دي اللي بتخلي الوصفه طريه لاطول وقت. لو قعد عندك اسبوع اسبوعين في التلاجة، تمام اهي. بصي حبيبه قلبي، هجيب خميره قد ايه؟ هجيب بمقدار 9 جرام، اللي هو الكيس الصغير ده. هسيب منه كده حبه صغيرين، تمام. يعني معلقه ممسوحه زي ما انت شايفه كده، هحطها في الكاسه، تمام. وهجيب كمان هنا برضو معلقه ممسوحه نفس مقدار الخميره سكر، تمام. وبعد كده هنزل عليهم بميه دافيه اهي، ربع كده كاسه، تمام. وبقلبها كده واسيبها معايا لحد ما تخمر وتعمل معايا فم كده كده. يبقى انا اتاكدت ان الخميره كويسه، اقدر اكمل بيها ايه الوصفه بتاعتي. حبيبه قلبي، هحط المقدار، هكتبهولك في الكابشن كمان. بصي دي اول كاس، انا هعمل 3 كاسات. هتنخلي الطحين بتاعك او الدقيق اهو، 3 كاسات طحين، تمام. هحط معايا ذره ملح، اوكي. وبعد كده هحط البيضه بتاعتي بحراره الغرفه، مطلعاها بقالها ساعه من التلاجة. اوعي تحطي حاجه مطلعاها من التلاجة تحطيها عليها على طول، تمام تمام. بعد كده بصي انا سبت دي حوالي كام دقيقه كده لحد ما فرت معايا زي ما انت شايفه كده. وهنزلها اهي الخميره بتاعتنا كده، اتاكدنا ان هي ناجحه اهي، عشان لما اشتغل في الوصفه ما تبوظليش كل المكونات، لان العجينه لو فاشله هعيد تاني عجينه تانيه ومكونات تانيه. اوكي خلاص، خدنا كل ده. بعد كده جبت زبده بتاعتي، انا بستعمل فرن اللي هي بصي بجيب فرن دي بستعمل، يعني مش غاليه قوي، ويعني بطاله، يعني مش بطاله شغاله معايا يعني. سيحت هنا 3 معالق، تمام. وهنزل بيهم، تمام اهو. دول 3 معالق، انا حاطه اكتر عشان اوريكي بقيه الوصفه. اوكي يا قلبي. بعد كده هنزل كمان اللي انا قلت لك عليه في البدايه ده، اللي هو معلقتين طحين وربع كاسه ميه. خير خير، ده القهوه خير، القهوه خير. معلش معلش، مش عارفه اتملك اعصابي، بس عشان ايه الجو حر. بس هعجنها بقى. هحط بقى كمان معايا، شايفه ده هو اسمه لبن رايب، تمام. بحط منه نص كاسه صغيره كده. لو انت ما عندكيش من اللبن الرايب ده، بجيب لبن حليب وبحط عليه معلقه خل او نص ليمونه، بتعصريهم بيعملوا معاكي يتقل كده شبه اللبن الرايب دوت، تمام. وبحط كمان اهو، بصي تخين ازاي، مش زي الحليب العادي. حبيبه قلبي، وبتقعدي بقى تعجني كل المكونات كده، تمام، على ايدك كده. وبصي بتبقي محتاجه ان هي تكون بتلزق سنه، تمام. لان لو هي الدقيق فيها كتير هتنشف معاكي، ولو هي الدقيق قليل والميه السوائل فيها كتير، تمام، هتطلع بايظه معاكي وتفرش معاكي في الصينيه بتاعتك.
فتعجنيها كده. قلبي سبتها حوالي ساعه لساعه وربع كده. سخنت الفرن بتاعي وطفيته يعني ربع ساعه كده. بعد كده غطيتها بالكيسه دي وفطين وحطيتهم كده في مكان دافي وخمرت معايا اهو. شايفه الخمران؟ بسم الله ما شاء الله. تمام. هوريكي بقى ايه الحشوه بتاعتنا هنعمل ايه. طبعا هي بيعملوها بسكر بني، انا ما عنديش يبقى ما اعملهاش، نعملها لو توفر عندك يبقى خير وبركه. هنحط 3 معالق سكر. تمام اهو 3 معالق سكر. وهنحط كمان معلقه قهوه سريعه الذوبان اللي هو النسكافيه يعني. تمام يا عمري. طبعا دول انا لسه بعتها شارياهم فلسه ما حطيتهمش في ايه، في العلب بتاعتهم. هنحط يا حبيبه قلبي معلقه قرفه كبيره زي ما انت شايفه كده. الكاكاو ده وانا جايباه خام يعني ما فيهوش سكر. تمام. الكاكاو ده وانا جايباه خام، جايبه النوع بتاعه الاسباني. تمام. جايباه من ملتزمات الحلواني. اوكي يا قلبي. بحط كمان معلقه اهي بس. هقلب بقى. هو ده الحشو بتاعي اللي هنحشي بيه السنابون. ويلا بينا مع بعض بقى. قسمت العجينه على نصين، هعملها 2 رول. تمام. وبعد كده انا جبت الكيس ده بجيبه بعمل عليه كل حلوياتي، بعمل كعب الغزال، بعمل القرص، بعمل كل حاجه بيه. ليه بقى؟ عشان ما اضطرش احط من تحت طحين او دقيق. فدي بصي الكيس بيخليني اعرف الف من غير، بصي هي لازقه سنه، فانا عايزاه كده عشان تبقى طريه وبتدوب. تمام حبيبه قلبي. حاولي تعمليها مستطيله كده اهي عشان الرول يطلع معانا مظبوط. تمام اهو. بسم الله. شايفه بتلزق سنه عادي، انا عايزاها كده. فردتها حبيبه قلبي يعني ممكن مثلا 40 في 40 45. المهم ايه تظبطيها كده مستطيله عشان تطلع معاكي رول كويس. الزبده دي سايحه بس مش سخنه. تمام مش سخنه. لو نزلت سخنه على العجينه هتخرب لنا العجينه. لازم تكون تمام بحراره الجو بتاعنا. بصي انا حسيتها دافيه شويه فانا هدهن ايه اما تبرد شويه. بعد كده بدهن الزبده بتاعتي بحراره الغرفه. اوعي تكون سخنه لان السخنه هتبوظ لك العجينه. اوكي بس بتدهني بقى كده. هنزل بقى كمان بالكاكاو بقى والسكر. لو عندك البني، انا ما كانش عندي فاعمليه بقى، والنسكافيه بقى والقرفه والكاكاو والقمر. شايفه؟ بعد ما حطينا الحشوه بتاعتنا مسكت كده بظهر المعلقه واتكيت كده. بعد كده همسك بقى الكيسه بتاعتي. تمام اهو. الف الرول بتاعي اهو. شفتي الكيسه مسهلالي ازاي اهو. لفتها رول زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بروح شايفه المقاس بتاعي ونازله بقى قصه بقى. في بيقصوا بخيط، في بيقصوا بالقطاعه دي. تمام. وتوقفيها كده اهو. حبيبه قلبي حطيناه في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. قعد معايا قد ايه في الفرن؟ قعد معايا من ربع ساعه لتلت ساعه. تمام. وبعد كده فتحت عليه الشوايه لمده دقيقه كده يعني. تمام دقيقه، دقيقه ونص. بصي يلا نشوف بقى عملت ازاي وطالعه عامله ازاي. طبعا لسه طالعه من الفرن حالا، سخنه نار، مش عارفه امسكها اساسا. هتجيبي حليب مكثف وتنزلي بقى تسقيها كده وهي سخنه. ليه؟ عشان الايه، طبعا الحليب مكثف بيبقى متماسك بس نضغطي عليه شويه بس هينزل يعني. بس خلاص قولي لهم بقى. تمام. طبعا انتي كتري بقى زي ما انتي عايزه.
بس ايه الحاجات الحلوة دي؟ اشتراك بقى في القناة بقى وفعلوا بقى سر الجرس بقى واعملوا لي حاجات حلوة كده وفرحوني.